لسنك كذب يا ابن الصلاحي، كنت نايم كنت صاحي، لعنتي بطلقة سلاحي توصله مني بغضب. من هو اللي تافه يا لقين يا فردة الرجل اليمين يا كعلة ابليس اللعن يا ذي بصغر سن التعب؟ من هو اللي تافه يا حمار يا فردة الرجل اليسار يا شس نعل ابن الكبار المسمري ذاك الذهب؟ تحكين كلانا تافهين واحنا الرجال المبدعين ما احناش جلال اللي يهين الناس بدون اي سبب. طبعا الرجل دايم هدي ما يجي كذا مثلك ردي، لن رجل تقطص يدي لن الرجل لن حب انت فقط شهرة تريد، حبك لها أصبح شديد، أش تنفع الشهرة بإيد إنسان يسب ونقل كذب؟ ما هكذا تكون الرجال، غير طباعك يا جلال، لا تكون تسب ابن الحلال واعمل كرامة لذا الشنب، وبه تقول إن فيك كرامة أو عزيز أو فيك شهامة، لن عزيز النفس هامة وهيبته حسب الطلب. كيف باتربي للعيال لا هو كذا طبعك محال، يصلح إله الكل حال إنسان قذف للناس وسب. بعدين أنا ماني سياسي والسياسة مو براسي، هل سمعت ابن الضراسي في السياسة يوم كتب أنا مو سياسي يا غبي، وحاشا أنني باكون صبي تلك السياسة وما أبي أشرح تفاصيل السبب. خلي السياسة لها أنا لست من عشاقها كلا ولا بعشق لها حتى اندفن بين التراب. أنا لست ذاك اللي يهوش بعد المناصب والقروش، أنا مكتفي بحبه رشش واثنين ثلاثة كيس رطب. أنا لست عاشق للسياسة، أنا شاعرا عندي فراسة تردعك عند الخساسة وتمدحك لنته شنب. اترك خساسات اللسان كسب مثل ولا اللقان اللي من أسبابه يهان اسمك على حسب التعب. بيت الصلاحي هم إصال فيهم رجال مثل الجبال، وانت الذي تافه شمل يا أخي وحرم فيك اللقب. بيت الصلاحي عندنا أشماخ شيوخ وبحينا كم من شنب، وبهم لنا شفنا الخوي والعم وأب. أما أنت لا تصحب ولا تآخي، ومن شاف بك غوى وقال لك جلال امشي سوا سبيت له في الواتساب. أعرف رجل اسمه رشاد. وفي نهاية الحياة تخرج النفس منفردة لا يرافقها سوى الأعمال الصالحة، تأملها فإنها دنيا لا تدوم. في كل يوم في القلب زاد حبه، وفيه تفخر بلاد قحطان وسام وصل العرب. لا هو على التيك توك نشر شفنا الكلام حقه درر، وين هو على بثي ظهر قلنا إذا قال شي وجب. أما انت إذا تظهر نشوف أقسى العبارات في حروف من علق وروح يا خروف لكن بلا قلة أدب.